اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم حبايب. اليوم راح نسوي أطيب حلا تركي. نبتدي بسم الله، قلاصين حليب ونضيف عليه صفار بيضة واحدة، صدقوني الطعم رهيب. وننزل عليه ربع الكوب شكر، ومن بعدها ننزل عليه ملعقة ونص من النشا وملعقة ونص من الطحين، ومن بعدها نخلط جيدا حتى يذوب كل الحبيبات. لايك واشتراك بقناتي حتى يوصلكم كل جديد. وهسه نضيف ملعقة طعام من ماء الورد أو فانيلا ونخلط جيدا. وهسه نضعه على النار ونخلط إلى أن يثقل القوام ويصير بهالصورة مثل ما تشوفون قدامكم. وهسه نجيب أي طاوة لا تتقيدون، مثل الفافون مثل ما تشوفون، أو أي طاوة عندكم تصير بيها. وهسه نحطها على الغاز حتى يتكرمل ويصبح بهالصورة مثل ما تشوفون. وهسه ننزل عليه قسم من خليط الكاستر ونقلبه وياه، نمزجه وياه تقريبا. ومن بعدها ننزل الخليط كليته ونوزعه بهالصورة ونتركه على النار لمدة 5 دقائق حتى يتغير لونه. ومن بعد ما برد نبتدي نقطع مثل ما تشوفون ونلفها على شكل رول بكل سهولة. ويا ويلة على المنظر، جدا شهي. حبايبي لا تنسون لايك واشتراك وشير بين الأهل والأصدقاء. علينا وعليكم بألف عافية، وشكرا على المشاهدة ومع السلامة.